لذلك الناس اليوم يتساءلون باستغراب وباستنكار وباستهجان وبإحباط. لما هو عالم دين ويسعى هذا السعي؟ لما هو عالم دين ولا يستقيم؟ لما هو عالم دين ويخالف فعله قوله؟ لما كبر مقتا عند الله؟ لما هو ممقوت هذا المقت كله؟ الناس إخواني وأخواتي لا يستغربون ولا يستنكرون ولا يثربون على طبيب أسنانه ليست جميلة، ليست حسنة الصف، الاصطفاف يعني إيه عادي طبيعي، طبيب أسنانه بدخن 24 ساعة وأسنانه صفر وقحراء وفم أبخر، ما في مشكلة عادي. لا يستغربون من طبيب عيون أعشى العينين لا يكاد يبصر، طبيعي. تعرفون لماذا؟ لكن يستغربون من عالم دين لا يكون قدوة، من عالم دين ليس صادق اللهجة، ليس حسن الالتزام، ويغضبون ويحبطون وأحيانا يلحدون يكفرون بالدين. لذلك انتبهوا، من هنا الله تبارك وتعالى وصف فرقة هذه الأمة بماذا؟ بالكفر. افهموا كتابكم، فكروا في كتاب ربكم جل مجده. الفرقة تقود إلى الكفر، سماها كفرا مجازا، لكن الآيات فيها نكتة لطيفة جدا أيضا، هي كفر مجازا، كفر بأعظم نعمة بعد الإيمان، وهي نعمة الوحدة. أصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة الأخوة، نعمة الأخوة، فهو كفر بهذه النعمة، لكن أيضا يجر إلى الكفر العقدي، إلى الكفر بالله واليوم الآخر. طبعا حين يحبط الناس الآن، حين يحبط الشباب والشابات من مسالك علماء الدين وحسابات علماء الدين وتسيس وتسييس علماء الدين، وكل يغني على ليلى، آخر همهم الإسلام الحق، آخر همهم أمة محمد. طبعا أقول لك أمة محمد، نحن أمة محمد. مين أنت؟ جماعة بسيطة هم أمة محمد، هؤلاء كفار مشركون شرك، هؤلاء أهل الشرك والكفر، وكل يغني على ليلى، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. خلوا هذا ينفعكم يوم القيامة. طبعا هو سيدمركم في الدنيا وهو الآن يدمرنا، ولن ينفعنا يوم القيامة، وأولئك لهم عذاب عظيم، لأن البينات بين أيديكم يا إخوان، القرآن الكريم، واختلفتم وأبيتم إلا أن تختلفوا ولم تكتفوا بأن تختلفوا، بل جركم ذلك إلى أن تتكافروا، يكفر بعضكم بعضا، ثم لزكم هذا التكافر إلى التذابح والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماذا بقي لكم؟ ماذا بقي لكم من رضوان الله؟ أنتم في حال سخطة، أنتم في حال لعنة، في حال ملعونية والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا يا إخواني، هكذا يا إخواني. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم. القرآن كتاب هداية. نستغرب أن يكون عالم دين وليس ملتزما، عالم دين وليس صادقا، عالم دين وليس مخلصا، ليس تقيا، ليس ورعا، ليس ينطلق في كل قوله وفعله من ماذا؟ من قصد وجه الله تبارك وتعالى، لا وجه الشرق ولا وجه الغرب ولا وجه الجماعة ولا وجه الحزب ولا الطائفة. ولذلك هذا العالم الحق إن وجد، أنا أقول لكم له علامة يغضب الجميع، لا يرضى عنه أحد من الذين عبدوا الطوائف والمذهبيات وسيسوا وكانوا رهنا أداة مرهونة بيد الساسة، لا يعجبهم ويرمونه عن قوس واحد، هؤلاء يرمونه وهؤلاء يرمونه. يجدون عندهم مدحا لأهل البيت، وهؤلاء يكونون أخطر، مثل ما الآن توجد عندنا نماذج. الآن عدنان إبراهيم هل هو شيعي؟ ليس شيعيا، وهذا أخطر من النواصب. هؤلاء يلعنونه وهؤلاء يلعنونه ويكفرون. وأنا أطالب حقيقة من خلالكم أن تصدر فتوى من علماء المسلمين شتى البقاع في التحذير من هذا الرجل، تحذير الناس في الغرب خاصة في النمسا من الصلاة خلف هذا الرجل، ولا يصدر ويحفظ دروسه. لماذا؟ لأنه لا يتقصد وجوههم ولا يقصد وجوههم ولا منافعهم ولا حساباتهم، هو يقصد وجه الله تبارك وتعالى. وقل الحق من ربكم، ملتزم بالحق والحقيقة، لأن الله هو الحق، والحق من عند الله، والحق من عند الله، هذا هو. ولذلك هو بدأ البداية الصحيحة، بدأ من هنا النية صحيحة، فبعد ذلك المسلك لا جرم يظل صحيحا يا إخواني وأخواتي، مهما كانت المشاكسات والمعوقات والمغريات والترغيب والترهيب، يظل بإذن الله تبارك وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، لأن الله علم من قلبه أول حسابه
كان حساب أن يرضي الله، مش أن يصنع طائفته ما يرضيها. إيه؟ الطائفة تحب هذا، إياك أن تخالف عن أهواء الطائفة، أهواء الجماهير التي تعودت أن تنتشي أيها الإخوة بهذا الخطاب المسموم المسمم. هو مسمم ومسمم والعياذ بالله، يسمم الأرواح ويسمم العقول وسمم الأجواء والبلدان وقسمها.